السلام عليكم، مرحبا بكم. شوز ياسمين. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا مع بعض فقاس باللوز كيجي رائع جدا بدون تكسر. اتمنى يعجبكم لا فيديو، تابعوا الاخير وديروا جيم لا فيديو، شاركوا معي في القناه بالضغط على زر الاحمر اسفل الفيديو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. شكرا لكم كاملين. خليكم مع المكونات وطريقه التحضير. بالنسبه للمكونات عندي في واحد القصريه البنات كندير 5 ديال البيضات، يعني من الاحسن تستعملوا القصريه عاود العجانه او حاجه اخرى. غادي نستعمل 5 ديال البيضات. غنضيف ليه ساشي ديال الفاني. خصنا البيض ديال البنات يكون بحراره المطبخ كتعرفوا، يعني ما يكونش في الثلاجه في الوقت اللي غادي نستعملوه، كون خرجناه من قبل. انا من بعد ضفت كاس ديال السنيده اولا سكر حبيبات. غادي نطرب كلشي مع بعضياتو مزيان حتى كيذوب داك السكر مع البيض مزيان. هنا كنستعمل الطراب اليدوي باش كيسهل عليا العمليه. من بعد ما كنطرب هذا البيض مزيان كي كتشوفوا بهذا الشكل هذا، غادي نضيف كاس ديال الزيت قياس بكاس ديال العنبه المعروف، وغادي نضيف نص كاس اخرى يعني كاس ونص ديال الزيت، وغادي نخلط. غادي نضيف قبيصه ديال الملح وشويه ديال الملح ضروريه باش تصحح لينا الذوق. من بعد كنضيف 4 المعالق ديال الزنجلان اللي سخنتهم شويه اولا صهدتهم وهرمشتو، وجوج المعالق كبار ديال النافع اللي صهدتو كذلك وهرمشتو. هنا عندي نص كاس ديال اللوز اللي رقدته في المزهر واحد ساعتين قبل، كنضيفو كذلك. غادي نضيف خماره وحده ديال الحلوى، وغنضيف 4 كاس ديال العنبه ديال المزهر، اولا نديرو 4 كاس ديال الماء ونضيفو شويه ديال المزهر يعني على حسب المتوفر عندكم. غادي نضيف دابا كاس اولا ساشيه ديال خميره الحلويات البيكين باودر. هنا هاد الساشي فيها 8 غرام. غادي نضيف الدقيق شويه بشويه. هنا عندي عبرت 900 غرام ديال الدقيق. غادي نبدا ندخلو شويه بشويه. خاصنا العجينه تكون رطبه ما تكونش قاصحه وما تكونش خفيفه بزاف، يعني تكون مجموعه ورطبه في نفس الوقت. صافي غادي نبدا ندخل الدقيق شويه بشويه بهذا الشكل. ما كنعجنوش، مجرد كنجمعو نتحكموا في الدقيق. هنايا 900 غرام جاتني انا نيشان، يعني جاتني على القد اللي بغيت في العجين ديالي. وثاني كيبقى الدقيق على حسب النوعيه ديالو. صافي كنبدا نضيف الدقيق. هنايا كملت الدقيق ديالي صافي، هي هذيك غادي غير نجمعها. صافي غادي نجمع الجوانب بهذا الشكل هذا. وهذه هي العجين ديالي كي كتشوفوا كيكون القوام ديالها بهذا الشكل هذا، كتكون رطبه ومجموعه في نفس الوقت. غادي نقطعها على 4، ندير 4 الكرات. وكنلولبهم بهذا الشكل هذا بحال اللي كنلولبوا الخبز، غير باش كنعطيوهم واحد الشكل بهذا الشكل هذا. صافي من بعد كناخذ كل وحده وكنروليها بهذا الشكل هذا كما هو معروف على الفقاس. كنحاول نقادها من الوسط وانا غادا على الجوانب، وكنقاد من الجناب. انا فرشت واحد
اللاطه ديال الفرن بورق الزبده اولا ورق الطبخ. غادي ناخد هاد الفقاس ديالي وغادي نحطوه في اللاطه وغنستمر بنفس الطريقه. من بعد ما كنكملهم كاملين كيف كتشوفوا كنحضر واحد الخليط ديال الحليب مع قهوه سريع الذوبان اولا مع الكاكاو، يعني اللي حبيتو. انا استعملت انا الحليب مع الكاكاو، ممكن ديروا الحليب اولا الماء وديروا معاه الكاكاو اولا قهوه سريع الذوبان على حسب الرغبه ديالكم. وممكن كذلك ديروا صفار البيض مع قهوه سريع الذوبان. وغادي نستمر ندهن الوجه ديال الفقاس ديالي والجوانب بهذا الشكل هذا. من بعد ما كندهن الفقاس ديالي البنات كامل كناخذ واحد الفرشاط وكندير خطوط على الوجه بهذا الشكل هذا بشكل طولي. ممكن ديروا خطوط بالشكل اللي بغيتو، بشكل طولي او بالعرض اللي بغيتو. يعني غديروه بالظهر ديال الفرشاط، ما ديروش بالوجه ديالها باش ما ديرش لينا تشققات على الوجه ديال الفقاس. من بعد كنديرو في فران بارد وكنشعل ليه غير من التحت حتى كيطيب كما كتشوفوا. من بعد ما كنخرجو كيكون طايب نص طيبه بهذا الشكل هذا، يعني كيطيب على خاطرو، كيكون النار مهيله. من بعد كنغطيه بواحد المنديل اللي يكون شويه مبلل بالماء ولا فازك، كنعصروه مزيان عاد كنغطيوه. هنا استعملت اولا حضرت الفقاس بالليل، غادي نخليه حتى الصباح وغادي نقطعو. في الصباح بديت كنقطع في الفقاس ديالي، كنحيد الاطراف هما الاولين بهذا الشكل هذا وغادي نبداو نقطعوه. هنايا انا كنقطع بهذا الموس هذا ديال الورق اللي كيتباع عند مول المكتبات او لوازم المدرسيه. كنقطعو هكا كيف كتشوفوا كيتقطع بكل سهوله وما كيتهرش لينا، كيكونوا قطع ديال اللوز باينين والتقطيعه مقاده كيف كتشوفوا. هذا هو الشكل ديالو وكنستمر بنفس الطريقه. كيف كتشوفوا كيكون راه طيب نص طيبه ماشي خضر. وكنستمر نقطع الفقاس ديالي حتى كنكمل الفقاس ديالي كامل. كنستفو في واحد اللاطه اللي كتدخل الفرن وكنديرو على نار مهيله باش كيتحمر. خص ضروري تكون نار مهيله بزاف، النار كنشعلو من التحت ومن الفوق كيف كتشوفوا. من بعد ما ساليت التقطاع كيف كتشوفوا كنعمر لاطه بهذا الشكل هذا وغادي ندخلها الفران. غادي نشعل لها من الفوق ومن التحت على نار مهيله حتى كتاخذ لنا لون موحد، يعني لون واحد. وكنقدموه بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا كيجي رائع جدا. هذا الشكل النهائي ديال الفقاس ديالي اللي حضرت معكم، فقاس باللوز كيجي اكثر من التحضير. نتمنى يعجبكم، ولا عجبكم لا فيديو ما تنساوش دعموني بلايك او جيم وشاركوا معي في القناه، تخليوا لي تعاليقكم زوينه. شكرا لكم، بسلام عليكم، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.